السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل كده البلح بطريقة حلوة قوي بالفاكهة. طبعا كل اللي ما بيحبش البلح يا جماعة يحب الطريقة ديت. هي دي هتكون طريقة الخشاف بتاعنا، هنعمله كده من غير قمر الدين ولا القراصية ولا التين المجفف ولا الحاجات اللي بتبقى مسكرة قوي وتقيلة ديت. كل اللي ما بيحبش الخشاف بتاع رمضان هيحب الخشاف بالطريقة ديت يا جماعة. جربوها بس وانت تعتمدوها على طول على الفطار بتاع رمضان. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هتبداي بقى تجيبي البلح بتاعك او التمر بتاعك يكون ناشف مش طري، وتبداي بقى ان انت تفصفصيه وتغسليه كويس جدا، ولازم تغسلوه وتصفوه كويس جدا لان بيبقى فيه رمله وتراب. وبعدين هتروحي جايبه البلح بتاعك وتقطعي عليه شويه كده من قمر الدين، وتحطي له كمان شويه من السكر. حطوا بقى قمر الدين على حسب ما انتوا عايزين، حابين ان انتوا تزودوه شويه وتحسوه تقيل زي العصير كده زودوا قمر الدين شويه، لا حابين يكون خفيف مش بتحبوا طعم قمر الدين او فيه ما تحطوش، ممكن تستغنوا عنه كمان خالص. ودلوقتي بعد ما حطيت قمر الدين دلوقتي بقى هضيف السكر، والسكر هنا برضو يبقى على حسب الرغبه. يعني لو بتحبوا الحاجه مسكره زودوا السكر، لا ما بتحبوهاش مسكره قوي قللوا زي ما انتوا عايزين. ودلوقتي بقى احط له الميه واسيبه كده، يعني انا كده عاملاه مع الظهر لغايه المغرب بنص ساعه، هقول لكم هنضيف له الاضافات التانية ايه. كده انا حطيت له ميه، هسيبه بقى لغايه قبل المغرب، ونيجي هنا بقى قبل المغرب بنص ساعه هنحضر الفاكهه بتاعتنا. اي فاكهه بقى عندك ضيفيها، انا كان عندي اناناس وتفاح وجوافه وموز وفراوله. عندي هنا التفاح هيكون اصفر واحمر، انتوا بقى زي ما انتوا حابين تحطوا الفاكهه براحتكم، ان شاء الله حتى يكون موز بس او جوافه بس او تفاح بس، يعني الحاجه اللي انتوا حابينها ضيفوها. بصوا بقى قطعت الفاكهه، حاولي ان انت ما تقطعيهاش صغيره قوي مش كبيره قوي برضه، عشان يعني هي تطلع في المعلقه سواء حطوا معلقه كبيره او صغيره تطلع في المعلقه. طبعا لو قطعنا الفاكهه صغيره قوي هنفقد فايدتها الغذائيه، يعني هنفقد القيمه بتاعتها الغذائيه. ولو قطعناها كبيره قوي مش هنعرف ان احنا نطلعها في معلقه زي ما قلت لكم. بصوا بقى قطعنا كده الفاكهه بتاعتنا بالحجم الوسط دوت. انا هنا بوريكم من كل حاجه واحده لغايه بس هامله طبعا الطبق دوت فاكهه، لان كميه البلح اللي عندي مش قليله كتيره ما شاء الله. طبعا انت بقى حطي الفاكهه على حسب كميه البلح اللي عندك، وعلى حسب انت عايزه فاكهه قد ايه وعايزه بلح قد ايه. لو عايزه بلح اكتر من الفاكهه قللي الفاكهه. طبعا محدش بيحب البلح اكتر من الفاكهه، اكتريه الناس بتحب الفاكهه تكون اكتر من البلح. بصوا بقى قطعنا الفاكهه بالشكل دوت، ناقص عندي هنا الاناناس او الكنتالوب، عشان بس محدش يزعل، في ناس بتقول عليه اناناس وناس بتقول عليه كنتالوب. بصوا يا جماعه هنا كمان زودت شويه فراوله وشويه موز تاني. بصوا بقى الفاكهه بتاعتي اهيت. هجيب بقى البلح بتاعي هفضيه بقى في طبق اكبر من اللي هو فيه، لان طبعا الطبق اللي هو فيه دوت مش هيكفي الفاكهه مع البلح. انا هنا هفضيه في طبق كبير، وبعدين بقى هنزل الفاكهه مع البلح كله مع بعض. اظن الطريقه سهله خالص يا جماعه وبسيطه، ومن غير بقى تعقيدات وكمان اليميش بتاع رمضان بيبقى غالي جدا، في ناس تقدر تجيبه وناس ما بتقدرش تجيبه، لكن احنا كده كل اللي عندها يميش رمضان او ما عندهاش عملت الخشاف بتاع رمضان. بصوا بقى يا جماعه الطريقه دي حلوه قوي قوي، شايفين ازاي؟ هنا بقى هنصبها في الكوبايات وكمان هنحطها على السفره، عشان ساعه ما عملنا يا جماعه الطريقه ديت كان عندنا، عشان كده كنا مكترين البلح قوي. لكن طبعا انت لو ما عندكيش عزومه هتعملي بلح على قدك. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، بس بقى لو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.